يا جماعة في حركة كبيرة بتحصل على الإيثيريوم ومحدش واخد باله منها. شركة بيت ماينر ايمرشن تكنولوجي، شركة تعدين أمريكية، أعلنت إنها اشترت كمية إيثيريوم ضخمة جدا، حوالي 4618 إيثيريوم مرة واحدة، والقيمة تقريبا 44 مليون دولار، كلها على حسب التقارير الرسمية اللي نشرتها موقع ذا بلوك. التحليلات بتقول لما شركة تعدين أو مؤسسة كبيرة تشتري حجم بالشكل ده، وخصوصا بعد الهبوط اللي حصل الفترة اللي فاتت، ده بيدي إشارة واضحة إن المؤسسات لسه شايفة إن الإيثيريوم لسه ليه قيمة طويلة المدى، وده بيأكد إن في ثقة مؤسسية بتتبني تاني، مش كلام، لأن الشركة دي مش بتلعب للمضاربة، دي بتحط الإيثيريوم في الخزينة بتاعتها كأصل طويل المدى، وده نادر تشوفه بالشكل ده بعد حركة السوق الأخيرة. السؤال بقى هو خطوة زي دي معناها إن المؤسسات بدأت ترجع للإيثيريوم قبل اي صعود جديد، ولا دي مجرد فرصه شايفينها بعد التصحيح العنيف اللي حصل؟ اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا متابعه عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.